لا يخدم بخيل. ودي جملة كان قالها الباشمهندس محمد جابر، مديري اخويا الكبير. واتعلمت فعلا من الجملة دي ان انت لو مش بتصرف على نفسك ومش بتصرف على التطور بتاعك، ساعتها انت هتفضل مكانك، ولا هتعرف تخدم عميلك، ولا هتعرف تاخد فيز اعلى من اللي انت كنت بتاخدها. لا ومش بس كده، انا افتكر في مرة كان بيكلم فني، الفني ده كان جاي لسه طالب. دايما خلي بالك من الشغلانة اللي بتزود السكيلز بتاعتك. السكيلز دي حاجة مهمة قوي بالنسبه لك. التطور عموما از هوريزونتال واز فيرتيكال لازم يكونوا موجودين، بس انت لازم تبدا بالفيرتيكال. يعني ايه فيرتيكال؟ يعني انت لازم تعرف كل حاجه عن تخصصك، وبعد كده تبتدي تروح هوريزونتال. يعني ايه هوريزونتال؟ يعني ان انت تروح تعرف باقي او المكملات الخاصه بالتخصص بتاعك. وليكن محمد مصطفى متخصص في الاس اي او اللي هو بيشتغل بالواي ام واي ال، ومعاه شويه ديفلوبمنت، معاه شويه ديجيتال ماركتنج، معاه شويه من الكونتنت، وهكذا. وده بيخدمك وبيخدم التيم بتاعك ككل، وبيخدم المؤسسه اللي انت بتشتغل لها. ومن الاخر كده، السوق فعلا مش بيدفع على جهدك وتعبك، هو بيدفع على مستواك. لو الحكايه دي عجبتك تابعني، عشان لسه في حكايات كتيره في البيزنس الفتره الجايه.